السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا أن تكونوا في أفضل أحوالكم وفي صحة جيدة. الأصدقاء مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي تشوفوا فيه معنا إن شاء الله إعلامي جزائري من سولات مقدمة برنامج على الإنجاز التاريخي اللي حقه المغرب خلال هذه الكأس العالمية وتقطع الاتصال. فالأصدقاء أكيد كذلك غادي تشوفوا معنا شنو قال تاج الدين الحسيني على التأثير والنتيجة ديال هذا الانجاز التاريخي اللي حقه المغرب على المستوى ديال الكأس العالمية، وعلى الصورة ديال المغرب على المستوى السياسي والعلاقات الدولية. فالأصدقاء نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. المشاركة التاريخية لأسود الأطلس في المونديال على صورة المملكة المغربية في العالم. محمد تاج الدين الحسيني، ما هي المكاسب الجيوستراتيجية المحققة من قبل المملكة من خلال المشاركة التاريخية لمنتخبها في المونديال؟ في اعتقادي أن ما حدث قبل بضعة أيام في قطر في الدوحة شكل منعطفا حقيقيا في دور الرياضة في تغيير الاتجاهات السياسية وفي التأثير في العالم. هذا لا شيء بالشيء الجديد. نحن نعلم أن سياسة البينج بونغ بين الصين والولايات المتحدة هي التي أعطت في النهاية للصين مركزها الحقيقي داخل مجلس الأمن، لكن بالنسبة للدور المغربي في هذه الوضعية لم يكن إشعاعه مرتبطا فقط بالتراب المغربي والوحدة الوطنية، ولكن كذلك في الإطار المغاربي، في الإطار الإفريقي العربي وكذلك الإسلامي، بحيث أولئك الذين حضروا في قطر شعروا في لحظة معينة أن المغرب يمثل الجميع في مواجهة تحديات العولمة والعالم المحيط به. أعتقد أنه سيكون بالتأكيد لهذه القمة ما بعدها، بكل تأكيد ما بعدها، سواء على الصعيد السياحي مثلا من استقطاب العديد من السياح، وتقدر نسبة الإضافة في خلال السنة المقبلة بأكثر من 10%، على مستوى الاستثمارات وإقبال الكثير من المستثمرين، على مستوى تطوير العطاء الرياضي في مجموعة البلدان النامية بدون استثناء، لأن النتائج التي حصلها المغرب مع كل من بلجيكا مثلا ومثلا في إسبانيا وكذلك بالنسبة للبرتغال لم تكن بمحض الصدفة أو بسبب الحظ، ولكن كانت متجدرة في التكوين الحقيقي لهؤلاء اللاعبين، سواء أولئك الذين تكونوا في أوروبا في ملاعب دولية كبرى أو أولئك الذين كانوا نتيجة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أسست منذ سنة 2010 والتي أصبحت تعطي الآن نتائجها. أعتقد اليوم أن للمغاربة وللعالم النامي اليوم أن يفتخر بما حققه الفريق المغربي، وهذا كما قلت له تداعيات مهمة فيما يتعلق بسياسة المكانة التي يمكن لأي دولة في منطقة من العالم أن تفتخر بها، المكانة ثم كذلك الريادة في الكثير من الميادين. المغرب لا يزعم أن هذا المكتسب يهمه كطرف أساسي، ولكن يعتبر أنه يهم الجميع، وأكبر دليل على ذلك هو أن ملاعب كرة القدم كانت تجج بصياح الجماهير مساندة للمغرب، خاصة من كل البلدان العربية بدون استثناء. وما أعجبني فعلا هو أن يحمل الفريق الوطني العلم الفلسطيني افتخارا به، ونرى الفلسطينيين ربما الشعب الوحيد الذي قدم تقريبا 10 أغاني في تأييد الفريق الوطني المغربي هم الفلسطينيون. نعم. أكثر من هذا مظاهر الفرح والابتهاج من كل أطراف الساحة وأطياف الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو خاصة في غزة، كانت لا تنسى وسيكون لها ما بعدها في المستقبل. وهذا يؤكد أنه رغم ما يقول البعض من كون المغرب قام بالتطويع، ولكنه ظل فلسطينيا مثل الفلسطينيين، سواء في رئاسة الملك المغربي للجنة القدس أو في صندوق مال القدس الذي يقدم دعما حقيقيا للفلسطينيين يرونه في الواقع. ولذلك هم يعلمون جيدا أن المغرب ليس بلد الشعارات والهتافات، ولكنه بلد العمل في الواقع، وهذا هو من انعكس بوضوح على موقف الفلسطينيين. لكن داخل أقاليم الصحراء كذلك الانعكاسات القوية شاهدها المراقبون الغربيون، وأخذوا عنها صور وتسجيلات فيديو، وتظهر كيف أن سكان الصحراء جميعهم بدون استثناء كانوا يحملون صور العاهل المغربي ويحملون الأعلام الوطنية ويهتفون ويفتخرون بما حدث.
نعم. وبالتالي هذا يعطي للعالم نظرة أخرى عن حق تقرير المصير، ويعطيه نظرة أخرى عن التطور الذي أصبح يعرفه المغرب بكل أستاذ تأكيد. سالم الأبيض، هل فعلا هناك مكاسب محققة من قبل المملكة أم أنه هنا تم تسييس الرياضة؟ هو أول ملاحظة، هو نحن لسنا في موقع التحليل الرياضي. يعني التحليل الرياضي لديه من المختصين بالتأكيد الذين يستطيعون معناها تفكيك كل شفراته، ولكن من موقع التحليل الثقافي والأنثروبولوجي والتاريخي لابد أولا أن نقر أن ما وقع في قطر كأس العالم هذه النسخة هي تعتبر طفرة نوعية في مجال كرة القدم الدولية، طفرة نوعية كذلك بالنسبة معناها للبنية الأساسية، لأن عندما نقارن مقارنة بسيطة بين ما أنفق 220 مليار دولار، هم 220 مليار دولار أنفقوا من أجل إعادة بناء قطر من ناحية البنية الأساسية، من نتحدث ناحية عن الطرقات. المكاسب المغربية. نعم سأتحدث عنه. ومعناها هذه في حين أن أنفقت تريليونات الدولارات في حروب في بلدان معناها مجاورة وفي بلدان عربية أخرى وفي كذا، حقق لنا هذا الانتصار اختراق كبير جدا، اختراق الانتصار المغربي أو التقدم المغربي اختراق، وكذلك ما قدمته السعودية وما قدمته تونس وغير، اختراق ما يمكن أن نسميه بالتوازي مع العروبة الثقافية أو الروحية التي معناها هي ميتا بلغة الفلاسفة، ميتا الدول العربية، ما فوق الدول العربية، إلى ما يمكن أن نسميه العروبة الرياضية. والعروبة الرياضية كان شعار وراية فلسطين هي الراية الرئيسية التي ارتفعت في مقابلات المغرب وفي غير مقابلات، تقريبا في كل المقابلات التي فيها معناها فرق عربية. نعم. المغرب يعني أحدث يعني معناها وفر فرصة بأن خلافات الأنظمة يعني تتعالى عنها نعم. تتعالى عنها الشعوب ولا تعترف بها منذ مدة ليست بالبعيدة. كانت هناك خلافات بين تونس والمغرب، كانت هناك خلافات بين الجزائر والمغرب، كانت هناك خلافات في الخليج. فجأة نكتشف أن الشعوب لا تعترف بهذه الخلافات، وليست خلافاتها، هي خلافات الأنظمة، وبالتالي هي معناها راكمت على ما صنعته الفرق العربية، وخاصة المرحلة المتقدمة التي وصل إليها الفريق المغربي. باختصار أختم مع ضيفي من الجزائر، إذن استطاع المنتخب المغربي أن يوحد العرب خلفه، وحتى أن الجزائريين شجعوه بقوة. كيف يمكن استغلال هذه اللحمة المغاربية في الدفع قدما بالعلاقات بين الجزائر والمغرب؟ تفضل باختصار. للأسف انقطع الاتصال. أختم ممكن مع الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني، تفضل. كيف يمكن استغلال هذه اللحمة المغاربية في الدفع قدما بالعلاقات بين البلدين؟ أختم معك. أتفق كثيرا مع ما أشار إليه الأستاذ الأبيض قبل قليل من أن الشعوب تعالت عن نزاعات الأنظمة، وأكدت أن رغبتها الحقيقية هي الوحدة والانسجام والتضامن. وأقول نحن عندما نحلل في جميع الأحوال فنحن بعيدون عن التحليل الرياضي. لو كان لنا أن نحلل رياضيا لرجعنا إلى قضايا ضربات الجزاء وإلى قضايا كذا. نحن نرى كيف أن الرياضة يمكن أن تتحول كسلاح قوي لخدمة السياسة بطريقة أخرى، طريقة أكثر تعقلا، أكثر مردودية، وأكثر فعالية بالنسبة لبناء مستقبل أفضل. وأظن أن هذا درس لكل أنظمة في منطقتنا المغاربية لكي يأخذوه كدرس وليفتحوا الحدود وليقيموا العلاقات التضامنية بين الشعوب، لأن هذه هي الرغبة الحقيقية للشعوب وليس التنافر والتهديدات والمواجهات. شكرا جزيلا. كيف ما شاهدتم معنا الأصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فيديو أكيد اللي شفنا فيه يعني الإعلامي الجزائري اللي سولته مقدمة برنامج على الانجاز التاريخي اللي وصل له المنتخب الوطني المغربي، ولا اللي حقه المنتخب الوطني المغربي خلال يعني كاس العالم قطر، نسخه قطر 2022 يعني، وتقطع الاتصال. وكذلك شنو قال يعني تاج الدين الحسيني يعني على التاثير والنتيجه ديال هذا الانجاز التاريخي اللي وصل له، اللي حقه المنتخب الوطني المغربي يعني في هذه الكاس العالميه. وعلى الصوره
على الصوره ديال المغرب، يعني على المستوى يعني السياسي وفي علاقته يعني في العالم مع العلاقات الدوليه. فالاصدقاء يعني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تدعمونا، تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل نوصلكم كل جديد اللي كيتعلق بالقناه ديال تعلق بالاخبار ديال المغرب على المستوى الرياضي والسياسي. فتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.